بسم الله الرحمن الرحيم، وتم التسليم على سيدنا محمد. اليوم سنتعلم عن العقيدة. من أول شروط لتعلم العقيدة على الشخص أن يلتزم بقواعد الإسلام واتباع الرسول. العقيدة هي شيء أساسي في المنهج الإسلامي ومن دون ينقص بشكل كبير. العقيدة هي مثل العقد، لما تربط الخيط بالحبل وترسهم هنا يعتبر كالعقيدة، وعليك اتباع الشروط. زائد أن العقيدة من دون المسلم لن نرى الإمام أو أي شخص يعرف أحاديث النبي، لأن العقيدة هي من وراهم نتعلم الأحاديث. العقيدة فيها النية، ودليل على ذلك قال حبيب المصطفى أن الأعمال بالنيات، فلذلك واجب على المسلم أن يفعل بالنية قبل لا أفعل. في العقيدة يوجد شيئين أساسيين: النبوة، والنبوة على جميع الرسل في كلمة واحدة، والإيات المعتقدات الذي نؤمن بها. من أهم الأشياء في العقيدة كمان المسلم عليه أن يتبع. اشترك وحط لايك حتى ما نعصب عليك.